ريفيو جديد وفيديو جديد من دوحة. نبدأ الفيديو، متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. فيديو النهارده بقى مطعم انتشر كده في الفترة الأخيرة في اسكندرية، بعد كده بقى تجول في القاهرة بما ان هو اتشهر، بدأ بوسط البلد، بعد كده فتح في الكوربة والدقي. فبصراحة المطعم ده مطعم ناجح جدا وهو اسمه تفويلة. يلا بقى نشوف تفويلة معانا النهارده. قول يا دوحة. هنبدأ بقى بالسندوتشات. النهارده جايب بوكس من عند تفويلة اسمه بلبطة. كان في بلبطة وفي نعنشة. قال لي النعنشة 6 حلو، البلبطة 3 حادق و3 حلو. فاحنا قلنا نجرب الحادق ونجرب الحلو، فنجيب البلبطة علشان نشوف هنتبلبط ازاي النهارده. ده ال3 سندوتشات، الحادق زي ما انتوا شايفين كده، والحلو بيجي برضو زي ما احنا هنشوف برضو. نبدأ بايه؟ بالحادق الاول وبعد كده نحلي. هنبدأ بقى كده بالحادق، وال3 سندوتشات زي ما انتوا شايفين كده. اول سندوتش معانا وهو الفاهيتا لانشون، جاي كده زي ما انتوا بتشوفوا، عبارة عن ان هو مقطع حتت لانشون. تمام، طبعا الجودة مش الواو، وبقى حاطط بقى ايه خضروات اللي هو زيتون وفلفل اخضر وبصل. فنبدأ بقى كده ايه نشوف الطعم معانا. بسم الله. طعمه مش وحش، بس الجودة بتاعت اللانشون مش الواو طبعا. فالسندوتش الاولاني بصراحة مش وحش. ندخل على اللي بعد كده معانا ويلا بينا. تاني حاجة بقى معانا وهو السندوتش كيري سوسيس. تمام، هو البوكس عامة عشان انا ما قلتش 81 جنيه. تمام، كيري سوسيس ده بقى عبارة عن ايه؟ جبنة كيري فيها قطعة سوسيس، وبرده يعني فلفل الوان، مش عارف بقى حاطط حاجة تاني ولا لا من جوه. فاحنا ايه نستطعم كده ونجرب معانا ونقول بسم الله. لا عجبني ده جامد قوي. الجبنه الكيري بتاعت اسكندريه دي بتبقى طعمها حلو قوي. فبرضه السوسيس مش اللي اقول لك اللي هو الكواليتي الهاي قوي، الجوده بتاعتها عاديه برضه على قد ثمن السندوتشات، بس بصراحه جامد قوي السندوتش ده، احلى من ده. كان تاني واحد معانا، معرفش بصراحه هو سعره كام، 12 جنيه حاجه ولا 14 جنيه حاجه زي كده، بتبقى في السعر في الحدود دي. بس انا عشان جايب بوكس فمعرفش كل واحد سعره كام. فالبوكس كان 6 سندوتشات ب 81 جنيه. اخر حاجه بقى معانا زي ما انتم شايفين كده السندوتش التالت ده، وهو اسمه سوسيس تركي او تركي سوسيس حاجه زي ده. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن جبنه رومي ولانشون فراخ وقطعه سوسيس، بس شكله برضو حوار. فنبدا كده بقى ايه نشوف الطعم. بسم الله. السندوتش ده بقى متعبي، لان اللي تحت كمان ده هم حاطين يعني تقريبا المزبده شويه دي، فجبنه رومي وجبنه مزبده ولانشون تركي والسوسيس جامد قوي بصراحه. المطعم رد عليا من العنوان اللي انا كاتبه، فعلا سبب الزحمه بصراحه. الحاجات يعني محترمه، السعر على قده، بس السندوتشات مش هقول لك واو قوي، بس على قد سعرها وعلى قد الكواليتي بتاعها. فحلوه، حلو كمان قوي انك تفطر بيها. فبجد الحادق لحد دلوقتي كمان حلو. ويلا بينا ندخل على الحلو، هنحلي بقى كده مع بعض. الصورة دي زولتني بصراحة. واحنا ايه بقى في الحلو مش هنعتمد اسماء، احنا هنشوفه عبارة عن ايه ونقعد بقى ايه نشوف الدنيا ماشية ازاي. السندوتش بيجي كده زي ما انتم شايفين، سندوتش يعني اوريو. نبدأ بقى كده نشوف ايه اول سندوتش معانا، وهو تقريبا اوريو بالشوكولاته البيضاء. انا معرفش اسمائهم ايه، فاحنا ايه اللي نشوفه نقوله. ده اوريو وزداني وشوكولاته بيضاء. فاحنا ايه نغوط كده ونشوف. بسم الله. لا الشوكولاته البيضاء حلوه بصراحه مع الاوريو، مديها ميكس حلو قوي. رحت يوم الافتتاح كان نار حرفيا، لو معايا الفيديو هوريهولكوا.
معرفتش اجيب اصلا اليوم ده، فاستنيت بحوالي شهر واشتريت منه النهارده. اليوم كان صعب وقفلوا المحل، معرفوش ينظموا من كتر الزحمه. ربنا يكرمهم. عاملين افتكاسات من الاخر، يعني الافتكاسات دي ما كانتش مشهوره قوي ولا معروفه، فتقريبا من اوائل الناس اللي عملت الافتكاسه دي. شوف بقى السندوتش اللي بعد كده معانا ده برضو تقريبا شبيه ليه، بس شكله اتقل كده زي ما انتم شايفين كده. شوف بقى هو عبارة عن ايه ولا بيقول ايه. حاسس ان فيه يعني حلاوة، فنبدأ كده نشوف الطعم. بسم الله. يا ساتر، تقيل تقيل مع اننا لسه ما دخلناش في التقيل. هو يعني حلاوة وقشطة وشوكولاتة من فوق وشوكولاتة بيضة وسوداني واوريو، كل ده في سندوتش واحد. معرفش اسمه، بس انا قلتلكوا ايه، ندوق ونشوف. اخر بقى سندوتش معانا زي ما انتوا شايفين كده. هو ايه بقى؟ شوكولاتة ومش باين فيه اي حاجة. برضو احنا هندوق ونشوف. شوف بقى الطعم بتاعه بقى كده. بسم الله. هو صوص كراميل وتشوكلت وشوكولاتة بيضة. في ايه تاني بقى مش عارف، في حاجة بتقرمش تقريبا اوريو برضو. لا، اكتر واحد عجبني فيهم هو اول واحد، انما اللي بعد كده بتاع الحلاوة ده ماشي، اللي هو تقيل بيجزع بس مش وحش. انما الاخير ده بصراحة انا مش فاهمه، ما يتفهمش، يعني مش حلو قوي بصراحة. زي اول واحد هو اللي عجبني. ده كان كده 6 سندوتشات البوكس عبارة عن البلبطة. شوف بقى انا جبت سندوتش القنبلة عشان عايز اعرف بقى القنبلة بتاعتهم من اغلى السندوتشات اللي عندهم بيقول ايه بقى. خش معانا ويلا بينا. اخر حاجة بقى معانا وهو القنبلة. القنبلة بقى زي ما انتوا شايفين كده مليان على الاخر. مليان ايه بقى لحد ما السندوتش تحس ان هو اتفتح من تحت. ايه بقى؟ لان مليان سوداني واوريو وكيت كات شوكولاته بيضه ومعرفش بقى ايه اللي جوه. نبدا بقى كده نشوف الطعم. بسم الله. لا تقيل قوي بصراحه، تقيل جدا. ده جواه شوكولاته بيضه وكراميل وسوداني واوريو. مش هي دي كيت كات ولا دي ايه دي؟ انا شايفها كيت كات بس في لساني مش حاسسها كيت كات. تقريبا حاجه شبه الكيت كات لان ما فيهاش البسكويت اللي هو بتاع الكيت كات. عموما هي حاجه شبيهه للكيت كات تقريبا. سكريات كتير قوي الفيديو ده. انا بصراحه مش بحب الحاجه اللي مليانه قوي وكده، استفاد بيها برضو. السندوتش الاولاني اللي عجبني هو سيمبل، مفيهوش حاجات كتير، شوكولاته بيضه عليه اوريو كده. انما ده مليان حاجات داخلين في بعض، حاسس ان كله انت بتاكل سكر، مش هتستطعم اصلا السندوتش. وده بصراحه يعني غالي، فانا عن نفسي لا مش بحب كده بصراحه. بس وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. يعني بصراحه المطعم في الاول وفي الاخر مش هقول ان هو وحش، هو حلو جدا. لو عايز تفطر بيه بعد ما اتغديت، عايز تجيب حاجه تحلي بيها، بس ما انصحش ان انت تجيب حاجه اللي هي تكون مليانه تحس ان انت بتاكل يعني ديات. يعني دي وجهة نظري انا مش بحب الحاجات الكتيرة، هتحس ان هي مسكرة بزيادة وبتجزع النفس على الفاضي. ممكن ناس تانية تحبها بس انا بصراحة ما حبيتش حاجة زي كده. انما اللي ممكن تحلي من عنده تشوف عنده حاجات تانية غير دي، عنده مورو وعنده كندا، يعني حاجات كتير على بعض. بس فبصراحة المطعم تفويلة هايل جدا، وفي حاجات تانية بدأت تطلع ان هي تنافسه. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس تشوفوا كل جديد. قول يا دوحه. دوحه، لا دوحه بينهار يلا.